بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالجميع. نكملوا سيرتنا العطرة مع محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحلقة اللي فاتت خليناها بأنه نزل عليه الوحي وأمنوا به المقربين له. قبل ما نخوضوا في هذه الرحلة لابد نهضروا على بعض النقاط المهمة. أولا، هذه مهمة ماشي سهلة. ثانيا، هو إنسان ماشي طبيعي، إنسان قوي من غير أنه صادق أمين، إلا أنه قوي بدنيا وذهنيا. وابتداء من هذه الحلقة غادي يبان لكم العمل الكبير اللي قام به والمهمات الصعبة اللي نجزها باش حنا نعيشوا هذا الهناء اللي كنعيشوا فيه حنا دابا. وكما وعدناكم في التقديم الأول ديال هذه السلسلة، قلنا لكم بأن مع مرور الحلقات غتبداو تفهموا القرآن. هذه الحلقة عامرة بالآيات اللي غادي نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغادي تفهموا علاش نزلوا وإمتى نزلوا. فالحلقة اللي فاتت شفنا 5 الآيات من سورة العلق اللي نزلوا على رسول الله، وكانوا هما أول آيات قرآنية كينزلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالدعوة ديال الرسول في الأول كانت دعوة سرية، كانوا كيتجمعوا في دار الأرقم ابن الأرقم مدة 3 سنوات حتى آمن به لحد الآن 39 فرد. هنا غادي يجي التغيير، هتنزل سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ونزلت آية أخرى، آية 94 في سورة الحجر، واصدع بما تؤمر. فهنا الله أمر نبيه باش يبدا الرسالة ديالو. واحد النقطة مهمة خصنا نتفقوا عليها، كل ما كيقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر من الله سبحانه وتعالى. ففي سورة النجم الله اش كيقول لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كاع داكشي اللي كيقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض فهو وحي من الله من السماء. فملي نزل هذا الأمر ناض الرسول صلى الله عليه وسلم مشى طلع لفوق جبل الصفا. كلكم كتعرفوا جبل الصفا، ماشي جبل كبير، وقف فوق منه وبقى كينادي على قبائل ديال قريش: يا بنو هاشم، يا بنو عبد الدار، يا بنو مخزوم، يا بنو أبي طالب. تجمعوا الناس، تجمعوا حوله، وقف هو فوق جبل الصفا هو يخاطبهم: واش إلا قلت لكم أن خيل جاية من مورايا باغا تهجم عليكم واش تصدقوني؟ قالوا لي الصادق الأمين، الصادق الأمين، كيفاش ما نصدقوكش؟ عمرنا ما حصلنا عليك شي كذبة. هو يقول لهم: إني نذير لكم بين عذاب شديد. المعنى ديالها أي إلا ما حبستوش من هذا الشرك فغادي يصيبكم عذاب كبير من الله سبحانه وتعالى. هنا عمو أبو لهب قال ليه: تبا لك سائر اليوم، واش لهذا الشيء جمعتينا؟ هنا كتنزل آية اللي كلكم كتعرفوها وكتصليوا بها: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. مراته أبو جميل كانت كتجمد الشوك من الأرض وكتديرو في الطريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبشرها الله بعذاب أليم. في جيدها حبل من مسد، أي في العنق ديالها حبل من النار. هانتم الآن كتعرفوا علاش نزلات تبت يد أبي لهب وتب. وأبو لهب ما سميتوش أبو لهب، هو عم النبي سميتو عبد العزة. وعلاش أبو لهب؟ كان جميل جدا وكان نور بيض واحد البياض، داكشي باش سماوه أبو لهب. من بعد هذا الحدث أبو لهب اللي كان ولادو بجوج مزوجين ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم، زينب وكلثوم، أمرهم باش يطلقوهم وطلقوهم. وهذا الطلاق كان كرامة لبنات الرسول وإهانة لولاد أبو لهب. والله اش كيقول لنا في سورة النساء الآية 130: وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. إلا وقع الفراق الله كبير. من بعد هذه الآيات كتنزل آية 214 في سورة الشعراء: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا كأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب اللي عايش معاه في الدار: سير جمع لي العائلة نديروا لهم العشاء.
وداكشي اللي كان جمعت العائله كلها، هضر معاهم على الدين وقال لهم شكون اللي يضمنني ويكون سندي باش نبلغ انا الرساله ديالي ونضمن ليه الجنه. طبيعه الحال حتى واحد ما جاوب الا واحد، علي بن ابي طالب، قال له انا يا رسول الله. دابا غادي نبداو نهضروا على ردود الفعل ديال قريش. واش قريش تبقى ساكته؟ لا. علاش؟ فمكه فيها 360 صنم حول الكعبه، ودوك الاصنام ديال القبائل اللي كيجيو يحجوا وكيجيو لعند الاصنام ديالهم، كيجيبوا الذبيحه، كيجلسوا تما تياكلوا تيشربوا. فمكه مدوره معاهم الحركه. مكه كتهم التجاره ديالها، وإلا خلات الرسول ينشر الدين ديالو ويتحيدوا الاصنام اش من ربح بقى عندها. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني، واخا يعرفوه بانه رسول الله، فاحنا قلنا قريش فيها بطون. اي بطون شنو هي بطون؟ كل واحد لمن كينتسب، واحد كينتسب للفهر، واحد لعبد مناف، واحد، وكانوا كيتنافسوا بيناتهم. اش كانوا كيقولوا؟ حنا وقبيله بني هاشم اللي منها رسول الله كخيل ديال السباق، حنا بحال الخيل، هما طعموا حنا نطعموا، هما شربوا هما شربوا، هما بناو حتى حنا بناو، هما بان عندهم نبي غادي يبانوا علينا، دونك حنا ما غاديش نامنوا بهذاك النبي. فهمتوا الفكره فين كاينه؟ هو تكبر. فقريش بدات بالمرحله الاولى، جاو عنده يا محمد مالنا ما نعبدوا ربك عام وتعبد انت ربنا عام. ويتنزل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الشرك ولي دين الاسلام. فمن اللي ما استجبش ليهم دازوا لطرق اخرى. جابوا واحد منهم سميته النضر بن الحارث. هذا النضر بن الحارث كان كثير السفر، كيمشي للروم والفرس، وكان عامر بالقصاص في راسه. فين ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يدعي الناس للدين ديالو، كيجلس حداه وكيعاود القصاص ديالو وتيقول لهم داكشي اللي كيعاود لكم محمد فهما غير داكشي ديال الاساطير الاولين، سمعوا لي انا كنعاود لكم قصص من الخيال. وهنا كينزل الله الآية 31 من سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كثرت المضايقات ديال قريش لرسول الله، وجاه واحد النهار أبي بن خلف وشد واحد العظم في يده وفرتته وقال ليه قول لربك يحيي العظام وهي رميم. وهي تنزل آية 77 من سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قريش كملوا في التحدي ديالهم الله عز وجل، وقالوا علاش الله ما ينزلش هذه الرسالة ديالو على رجل غني كالوليد بن المغيرة في مكة ولا عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وينزل الله الآية 31 في الزخرف اللي كتقول بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن ألد الأعداء للإسلام والمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن هشام هو أبو جهل. فكيفتخر براسو بجاهو، الأهل ديالو بنو مخزوم مجموعين حدا الكعبة، قال لهم إلا جا محمد يصلي حدا الكعبة أنا عفضت على راسو برجلية وانتم كتشوف. بعد شوية جا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي هو ساجد ومشى ليه كيتباهى قدام القوم ديالو حتى كيقرب ليه وكيوقف، كيعاود يرجع وكيقرب ليه وكيوقف. قالوا ليه مالك يا أبا جهل؟ قال لهم حتى كنقرب ليه وكيبان لي خندق بيني وبينه من النار. هنا نزلت الآية اللي كتصلوا بها الجميع وكتعرفوها كاملين: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية. كاينه في سورة اقرأ. إلا بغى يدعي ناديه من الناس ديالو حنا
هندعيو الزبانية ملائكة النار. لا إله إلا الله. هاد المرحلة كانت شنآن كثيرة بين قريش وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم شفتوا الآيات كتنزل والأحداث كتنزل، فجاو عنده باستهزاء كبير، قالوا ليه وصف لنا ربك. شي كيقول لي واش ديال الذهب، واش هو في السماء، واش كيطير. وهي تنزل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا قريش عيات. اش قلت اش غادي ندير؟ دازت القوة والتعذيب، لأن الأتباع ديال رسول الله كانوا معاه العبيد، هما اللي يقدوا عليهم، ما يقدوش على دوك السادات لأنه مشاو غير للضعاف. ومن الناس اللي تعذبوا بزاف أسرة عمار بن ياسر، اللي أبو جهل قتل أمه بنبلة، وكانت أول شهيدة في الإسلام هي عمار بن ياسر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كيدوز محداهم كيلقاهم كيتعذبوا، كيقول لهم صبروا آل ياسر، صبروا آل ياسر. المثال الثاني ديال أمية بن خلف اللي كان كيعذب بلال، كيعذبوا بالساحة وقدام الناس، وتشهر بلال بوقت اللي كان كيتعذب أحد 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 أحد. أما العاص بن وائل هو واحد من المجرمين، كان كيعاير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبتر. شنو هو الأبتر؟ زعما كيولد غير البنات، ما يمكنش يكون عنده السلاف من بعد. باش الله يخفف على رسوله من هذا الكلام نزل بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذاك اللي كيعاير هو اللي مقطوع من الخير ومن أي حاجة مزيانة يقدر يتوقعها. واحد النهار الرسول كيطوف بالكعبة، وجاء أبو جهل بحال العادة ديالو وسبوا واحد السب كتير، والرسول ما تيجاوبوش، وهما تيضحكوا، هو كيسب فيه. واحد السيدة سمعت داكشي كامل، وفي العشية جاي عمو حمزة وكان معروف بالقوة ديالو وكانوا كيسميوه صياد الأسود. تلاقاتو هاد السيدة قالت لي هي حمزة خصك تشوف أبو جهل اش دار محمد بالسبان وشوهو قدام الناس أجمعين. وحمزة هو عم النبي وكيكبر منه، قالوا بعامين وقالوا بأربعة سنين. هو عمه وخوه من الرضاعة، لأنهما بجوج رضعوا من تويبة كانت جارية عند عمهم أبو لهب. ملي سمع هاد الشيء مشى كيقلب عليه، لقاه مجموع على الكعبة، شد النبل ديالو وضربو شق ليه راسو. قال واش كتسب محمد وأنا على دينه؟ ورجع في حاله وقال كيفاش أنا قلت هاد الهضرة هادي؟ أنا ما مسلم ما والو. ما نعش داك الليلة. الصباح ناض ومشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا ما يشعر وقف حداه قال لي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهنا كانت بداية العز الإسلام. دخل معهم حمزة بن أبي طالب. ففي السنة الخامسة من بداية الدعوة، ملي اشتد عليهم القهر والعذاب، الرسول أمر الأتباع ديالو باش يهاجروا للحبشة. كانوا قلال، قال لهم سيروا عند الحبشة، كاين تما ملك ما كيظلمش، واخا هو على النصرانية ما كيظلمش. دابا وصلنا للسنة السادسة في بداية الرسالة، أي الرسول عنده 46 سنة. عمر بن الخطاب من أشد الأعداء ديال المسلمين قال لك هادشي اللي وصل لي محمد ما يمكنش نخليه، هز سيفو وغادي يقصد الرسول باش يقتله. في طريقه تلقى مع واحد السيد، فين غادي يا عمر؟ غادي نقتل محمد. قال لي تقتل محمد وتخلي اختك. قال لي واش هي سلمت؟ قال لي سلمات. خلاه ومشى قاصد اختو فاطمه مزوجه بولد عم عمر بن الخطاب. دخل مع الدخله ضربها، شقها من فمها، سليها الدم، قال لها اش في يديك تتقراي؟ قالت لي ما نعطيك، سير تتغسل. جاوب في البلاصه، مشى غسل، جا خدا من عندها الورقه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. كمل القراءه ديالو ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. جلس امام رسول الله، شدوا الرسول، قال لي اما آن لك أن تسلم يا أبا الخطاب؟ هو يجاوب عمر بن الخطاب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بإسلام حمزة وإسلام عمر كيتقوى الإسلام. بهذا الحدث ديال العزة والشرف والقوة كنهي الحلقة.
ديالنا إلى الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.